انتوا عارفين ان بحركة واحدة بس اقدر افرق بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة؟ ايه هي يا مس اسماء؟ هي حركة السكون. حركة ايه؟ السكون. احطها على الكلمة واشوف هتتنطق تاء ولا هاء. يعني كلمة حوت. حوت لما احط على التاء الاخيرة سكون هتتنطق معايا تاء. حوت. بصوا، يبقى هكتبها ايه؟ تاء مفتوحة. حوت. طب قلت لكم مدرسة. مدرسة اتنطقت هاء، يبقى دي تاء مربوطة. طيب قلت لكم كلمة زي كلمة حديقة. حديقة اتنطقت هاء يا مس أسماء، يبقى دي تاء مربوطة. قلت لكم كلمة زي كلمة بيت. بيت اتنطقت تاء. وده بكل بساطة لأن التاء المفتوحة عند الوقف بتتنطق عادي تاء، لكن التاء المربوطة بتتنطق هاء. بس كده. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وكومنت عشان يوصلك كل جديد. باي باي.